يا جماعة نفضي حاجة، هي هتجيبي واحدة زي دي تفضيها على كوب زي ده، وعليها نص معلقة من الحلبة المطحونة. اللبن الرايب لعلاج مرض السكر وتنشيط البنكرياس، ونودع باللبن الرايب الطبيعي دوت مرض السكر بإذن الله، بس نداوم عليها وهتفرق معانا في علاج مرض السكر. عرفتوا المكونين وعرفنا ان شاء الله بس ازاي نستخدمهم وايه هي الطريقة والكمية والمقدار، كل ده هيتقال في الفيديو. فهو هضم، فبالتالي بتقلل امتصاص السكريات. انما في الوصفة بتاعتنا دي هنتاخد بمقدار معين على اللبن الرايب. فكده عرفتي وانت وحضرتك عرفت ان الاتنين مع بعض كويسين ومفيدين لينا جدا. ناخدهم لمدة 6 شهور بالطريقة اللي هنقول عليها دي. ليه بقى؟ هيظبطولك مستوى سكرياتك، حتى فيتامين كي اللي هو ناقص لمرضى السكر فهو موجود في اللبن الرايب، حاجة كويسة جدا قوي فهنقدر نستفيد بيها. طب نعملها ازاي؟ وتعالى بينا نعمل الوصفة يلا مع بعض. اول حاجة هتجيب كوباية، كوب معانا كده، هنبدأ ناخد نص معلقة من الحلبة. كمياتها الكبيرة بتقلل الامتصاص السكريات، لا احنا هناخدها بالوصفة بتاعتنا. وبعد كده هنجيب اي نوع لبن رايب، لبن رايب اهوت المكونات، لبن رايب تمام. المكونات اللي فيه بقى اللي احنا عايزينها اهو، في بروتين، في كالسيوم، في فوسفور، في كربوهيدرات بس بنسبة صغيرة. فهو احنا محتاجين المكونات الطبيعية اللي موجودة فيه، هي دي اللي بتحفز لي. واصلا هو ذات نفسه بيطلع فيتامين كي نتيجة عملية التخمر، فهو محتاجينها برضو لايه؟ لمرض السكر. نص معلقة، وهنجيب عليها ايه اهوت نفتحها، نص معلقة من الحلبة نضيف عليها نكمل الكوباية دي من اللبن اهو. لبن الرايب اهو، يا جماعة نفضي حاجة، هي هتجيبي واحدة زي دي تفضيها على كوب زي ده، وعليها نص معلقة من الحلبة المطحونة. طيب نقلبهم بقى كويس عشان بصوا تقيل قوي، اللبن تقيل اصلا. طب ما نضيفش عليها اي عسل ولا سكر ولا اي حاجة، هو هيبقى كوب واحد فقط تاخديه لمدة 6 شهور. يبقى هتضيف عليها نص معلقة من الحلبة المطحونة، وتحطي معلقة تجيبي لبن رايب بالحجم دوت، ضيفيه بحجم كوباية، تشربي مرة واحدة في اليوم. بس بشرط عشان توصلي لنتيجة معروفة ونتيجة كويسة اعملي اللي هنقولك عليه. ايه اللي هنقولك عليه؟ اول حاجة اني تقللي الجبن ومنتجات الالبان كلها بسبب الدهون المشبعة فيها. الدهون المشبعة دي، الدهون المشبعة اللي موجودة في الجبن اللي احنا بناكلها، منتجات الالبان مضرة. طيب هي الوصفة دي هتعمل لي ايه كمان؟ هتحللي مشكلة الانسولين اللي بيتفرز من البنكرياس. تاني حاجة ان هي بتقلل عملية الهضم. يعني انت دلوقتي كلتي وجبة دسمة فيها سكريات، فتلحقي نفسك بسرعة وتاخدي كوب زي ده، الاتنين هيتفاعلوا مع بعض، ودي هتقلل امتصاص السكريات، فبالتالي مش هتدخلك لو في زيادة سكر او غيبوبة سكر عالي. فهي مفيدة جدا جدا طبعا للهضم، ان هو تقليله والتحكم في مستوى السكر. كده الوصفة وكده اهميتها وكده ازاي تاخديها مرة واحدة بس في اليوم. ويفضل ان هي تتاخد قبل الاكل بساعة او بعد الاكل بساعتين 3. كويسة جدا جدا. عبارة عن نص معلقة من الحلبة وعليها كوب من اللبن الرايب. طيب احنا كده خلصنا الوصفة. لحد اي حد محتاج وصفة، محتاج اي حاجة، يكتب لنا تحت واحنا هنقدم له وصفة بإذن الله تعجبه وتعجبكم.
واللي محتاج معلومات على السكر هتلاقوا في القناه على فكره وصفات كتير قوي بنزلها، عشان كده فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. طب الجزء اللي جاي ده هنتكلم فيه ايه على ايه؟ ازاي نحافظ على نفسنا من مشاكل المرض السكري، بالاضافه ليه ازاي تحمي نفسك من القدم السكري ومن غيبوبه السكر، وايه اخطر غيبوبه السكر الواطي ولا العالي؟ طيب اول حاجه كده الاخطر غيبوبه السكر الواطي. ليه؟ لان المخ، خلايا المخ الاكل الوحيد بتاعها هو السكر، فانت او انتي لو قللت السكر عنها في اي لحظه المخ بيموت. فلذلك ان قله السكر هو ده اللي الاخطر طبعا، غيبوبه السكر الواطي. طب غيبوبه السكر العالي ما فيش مشكله، لو حتى واحد لقيتيه او لقيته في الشارع وهو عنده سكر وانت شاكك هو غيبوبه سكر واطي ولا عالي، لا اديله حاجه مسكره وما تقلقش، حتى لو السكر عالي مش هيموته او مش هيضره قوي. طيب نلحق نفسنا ازاي بغيبوبه سكر واطي؟ لو احنا مثلا رايحين مشاوير بعيده، لو احنا نسينا وكان مثلا حاجات او نسينا وخدنا العلاج وما كناش كويس. اول حاجه ان انتي او انت تكون مثلا معاك بونبوني اي حاجه مسكره في جيبك، بحيث لو شعرت باي عرق، اي ضربات قلبك، دوخه بقى في دماغك وكده، دي علامات على هبوط السكر، فبسرعه تطلع بونبوني وتمصه او عصير، بس حاجه صعبه انك تمشي بعصير وغيره، لو قدرت مفيش مشكله. طب ازاي تحمي نفسك او تحمي نفسك من القدم السكري؟ اول حاجه اشيك اب على نفسك، يعني بمعنى كل فتره لازم تتابعي سكري وتعملي تحليل سكر صايم وفاطر والسكر التراكمي. تاني حاجه لو في اي التهابات في رجلك او في رجلك لازم تتعالج بسرعه، ما تستناش عليها. والودنه وانت بتقطع او انت بتقطعي او بتقص ضوافرك لازم تقصيها بشكل منتظم، ما يطلعش فيها حاجه اسمها ودنه تعمل التهابات وغيره. وتكوني لابسه حذاء على طول، بحيث لو انت ماشيه في الشارع او ماشيه في اي مكان او ماشيه في البيت ممكن ما تاخديش بالك من حاجه تخش في رجلك وهي تكون مصدر العدوى، فبالتالي لازم تحافظي على نفسك وتعملي دوريا تحاليل لو حصل اي التهابات، حصل اي مشاكل في رجلك تتعالج بسرعه ما تستناش عليها. والودنه وانت بتقطع او انت بتقطعي او بتقص ضوافرك لازم تقصيها بشكل منتظم، ما يطلعش فيها حاجه اسمها ودنه تعمل التهابات وغيره. وتكوني لابسه حذاء على طول، بحيث لو انت ماشيه في الشارع او ماشيه في اي مكان او ماشيه في البيت ممكن ما تاخديش بالك من حاجه تخش في رجلك وهي تكون مصدر العدوى، فبالتالي لازم تحافظي على نفسك. انت بتقطعي او بتقص ضوافرك لازم تقصيها بشكل منتظم، ما يطلعش فيها حاجه اسمها ودنه تعمل التهابات وغيره. وتكوني لابسه حذاء على طول، بحيث لو انت ماشيه في الشارع او ماشيه في اي مكان او ماشيه في البيت ممكن ما تاخديش بالك من حاجه تخش في رجلك وهي تكون مصدر العدوى، فبالتالي لازم تحافظي على نفسك.